السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل واغلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. الفيديو النهاردة يعني وصفة رهيبة جدا جدا. يا رب اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. في وصفات جميلة دايما، والوصفة دي من اجمل الوصفات اللي هيجربها مش هيبطل يعملها. بصراحة مش عارفة اقول لكم الوصفة صدور الفراخ اللي فاتت احسن ولا دي احسن. الولاد كل ما اعمل وصفة اعملنا دي على طول يا ماما، من جمالها وحلاوتها بجد لا تقاوم. يعني مثيرة للجنون، يعني ما شاء الله على الطعم ومكونات بسيطة جدا، ما فيهاش حاجات صعبة يعني، ولا حاجات كتير. لقيت حاجات موجودة في البيت، ان شاء الله اللي يجربها تعجبه ان شاء الله. شايفين جمالها وريحتها وطعمتها، حاجات بسيطة كلها موجودة في البيت. وصدور الفراخ طبعا كلنا بنعمل فراخ يعني، بجد جربوها مش هتندموا يعني. هنشوف وصفتنا هنعملها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عفوا أصدقائي، معايا 3 صدور من الفراخ. عايزة تعملي 2 اعمليهم. الصدر بنعمله على نقسمه نصين زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نتبلها بالملح، الفلفل أسمر وملح، وهندعكها كده بالتتبيلة البسيطة ديت، مع انها تتبيلة بسيطة وحاجة بسيطة خالص وخفيفة خالص كده، بس بصراحة طعمها كان جميل جدا. كمان رشة من حبهان مطحون اخر حاجة دوت من كل جنب كده. ولو في حتة مفتوحة اللي بتبقى تحت العضمية دي بقى ما شلتهاش انا، سايباها زي ما هي من كل ناحية ومن كل جنب كده. ندعكهم ببعض بالفلفل الاسمر والحبهان، وهنسيبها بقى بعد ما نعملها، هنسيبها 5 دقايق بس كده مش اكتر يعني. وهنرش كمان بابريكا، رشة من البابريكا على الصدور تديها لون جميل. على الجنبين هي من كل صدور كده من الجنبين. ان شاء الله اللي هيعملها مش هيبطل يعملها تاني يعني. الوصفة ديت وصفة أمريكية على قناة من الولايات المتحدة الأمريكية بجد. والوصفة اللي قبلها برضو من نفس القناة، وصفة أمريكية جميلة جدا. حتى أنا كتبت لها أنا هعمل وصفة وهجربها على قناتي. ناس عاقلة وناس متفاهمة كده، مش في ناس هنا المصريين بالذات بصراحة ما بحبش أعمل حاجة وراهم. بتلاقي ديت لا دي وصفة فلانة، ولا دي وصفة فلانة، لا انت سرقتيها، لا انت. انا يساعدني اعمل وصفة والكل يجربها ورايا وينزلها على قناته، مش في اي مشكلة عندي. الدليل على ان الواحد ياخد وصفة من على قناة وينزلها وكده، دليل على ان الوصفة دي ناجحة وجميلة يعني. معايا 3 حبات من البطاطس هبشرهم. ده عودين كده من الروزماري، هو عندي اخضر مزروع عندي يعني. اللي حابب يحط الروزماري يحطه، ما فيش مشكلة خالص يعني، حسب رغبتكم. ليه؟ لان في ناس ما بتحبش تحط الروزماري. في ناس بتقول انه ما بيخليش الاكل يستوي، لكن بالعكس خالص انا بحطه في الاكلات ومع اللحوم ما بيأثرش في السوا خالص. ما اعرفش ازاي بقى الناس اللي بتقول انه بيأثر على التسوية، لكن انا جربته كتير ودايما بستعمله مع اللحوم، ما بيأثرش خالص في التسوية يعني. على الجنبين بنقلبهم كده 3 دقايق او 4 دقايق بس، مش هنطول عليهم. معايا 3 بصلات دول صغيرين طبعا، لو بصلة كبيرة بتكفي، عايزة تزودي اكتر مش هيضر يعني. بس هو البصل خفيف في الوصفة. هقطعها جوانح او ترانشات او نص دايرة زي ما بتقولي، زي ما بتعملي، مش في اي مشكلة في المصطلحات، كل واحد باسلوبه وطريقته. طبعا الفراخ خلصتهم كلهم بنفس الطريقة زي ما شفتوا، ونزلت بالبصل على معلقة زبدة، وكمان حوالي 2 3 زيت، ورشة فلفل أسمر، وكمان رشة ملح على البصل. الحاجات ديت رشيناها على البصل، ونزلت بتوم مفروم
ما كانش عندي توم باودر احطه على الصدور. لو عندك توم باودر حطيه على الصدور بيكفي. نزلت بالثوم المفروم على البصلة. وكمان بصراحة ديت مفروض كريمة حامضة، كريمة طبخ يعني. لكن انا ما عنديش. انا خدت معلقتين من قشطة وش اللبن، او حوالي 3 معالق كده من قشطة وش اللبن من قشطة وش اللبن. فمش ما فرقتش في الطعم، ما تحفة. ساعة ما نزلت على البصلة كأنها بقت ريحة اختلفت بصراحة زي السمنة البلدي. ريحة كانت جميلة جدا مع شوية التوابل. طبعا البطاطس بشرناها وما اتغسلتش، مشلناش النشا بتاعها من عليها، هي مغسولة بعد التقشير ونضيفة وجميلة واتبشرت وكل حاجة نضيفة. وبعد كده هنضيف عليها الجبنة. ده خليط ميكس من الجبن يعني 130 جرام. هنقلبهم كويس قوي في البطاطس. هي طبعا الفراخ انا طبعا غسلها برضه كويس ونقعاها في مية بملح وسكر وخل وليمون عشان تبقى طعمها وريحتها جميلة. بتفرق خالص، بتنضفها من اي دم فيها وبتسيبها بس ربع ساعة 10 دقايق في الخلطة ديت بتاعت النقع في المية. معايا ممكن تعملي الوصفة في الطاسة، تكمليها كلها في الطاسة. أنا لو الطاسة عندي ينفع تدخل الفرن كنت كملت كل الوصفة في الطاسة، لكن ما تنفعش تدخل الفرن عشان اليد بتاعة الطاسة فيها بلاستيك. دهنت القالب دوت سمنة وبقسماط، رشة من البقسماط كده في كل ناحية عشان الوصفة متلزقش يعني. وهننزل بالبصل اللي عملناه شوية كده في تحت. وهنبدأ نرص الفراخ بقى في القالب. شايفين ما فيهاش اي حاجة صعبة خالص، اي بنوتة تقدر تعملها وجميلة بجد يعني وسهلة وريحة وطعم، مع ان مش فيه يعني حاجات كتير في التتبيلة وكده، لكن خدت طعم من الزبدة والتتبيلة اللي اتحطت عليها دي مع انها لكن جميلة جدا. من اجمل اكلات الصيف الخفيفة. معايا طماطماية كده حبة من الطماطم، ده اللي كان متبقي مكان الصدور. هقطع طماطماية دوائر كده ونرصها على الصدور. طبعا البطاطس قلبتها كويس مع الجبنة عشان تبقى الجبنة كلها منتشرة مع البطاطس. طبعا طعم البطاطس خطير. الجبنة مع البطاطس معلهاش حاجة غير الجبنة، محطتش أي تتبيلة خالص عليها ولا أي فلفل أسمر ولا ملح، الجبنة بس. ميكس الجبن دون جميل جدا. هو كيس جبنة ب55 جنيه، خدت منه هو نص كيلو، خدت منه 130 جرام والباقي عندي في التلاجة. لما احتاج لوصفة هلاقيها. الموضوع مش صعب يعني، موضوع الجبنة مش صعب، حاجة بسيطة خالص، لأن هي اللي هتدي الطعم للبطاطس. هندخلها الفرن 45 دقيقة بس. اللي هيعملها يغطيها بورق السلوفان أو الفويل عشان تستوي أسرع، لأنها خدت وقت مني لأني مغطيتهاش. أي حاجة بنغطيها بتستوي بسرعة، ولما تغطيها طبعا هتكشفيها شوية تاخد اللون الجميل ده. لا إله إلا الله. نتقابل في